عاملين ايه؟ الاوبو الاي 5 برو من ضمن الموبايلات اللي نزلت من سلسله الايه من اوبو السنه دي، اللي انا مرضتش ارجعها واعمل لها فيديو، لان الصراحه الموبايلات دي ما تستاهلش ان يتعمل عشانها فيديو، واللي اشترى الموبايل ده ندم وخسر فلوسه، وانا جاي احذرك في الفيديو ده. الاي 5 برو مبني اساسا على فكره مقاومه الصدمات، انه موبايل بيتحمل الصدمات، ان بطاريته كبيره، انه شبكاته حلوه، وكل الكلام ده. وتعالى شوف بنفسك الموبايل ده يستاهل ولا لا. عايز اقول لك في البدايه كده، الموبايل ده بيتباع في حدود من 11 ل 12 الف جنيه، رقم مبالغ جدا على الامكانيات اللي هو جاي بيها. تعال نروح مثلا لاهم حاجه في الموبايل. جايبه معالج سناب دراجون 6 اس جين 1. ركز معايا، اس. المعالج ده اداؤه ضعيف جدا ومنخفض، واقل كمان من المعالجات بتاعت الجي 80 والجي 81 اللي محطوطه في موبايلات ب 5000 جنيه. لا يرقى تماما ان المعالج ده يبقى في فئه اعلى من 5000 جنيه. المعالج مش هقول لك وحش ولا ضعيف، هو اداؤه بيبقى واضح جدا، والتهنيج واللاج وما بيتعملش عليه اي حاجه، اخره اصلا تفتح وتعمل سكرول كده في اي منصه من المنصات دي، وما بتبقاش بالسلاسه المطلوبه. وعايز اقول حاجه مهمه، انا مش جاي اهاجم اي حد، ولا جاي اهاجم شركه اوبو ولا اي حاجه من الكلام ده. شركه اوبو من الشركات المحترمه والقويه. كل كلامي في الفيديو ده هيبقى عن موبايل او موبايلين محددين نزلوا من الشركه، لكن الكلام ده طبعا ما يخصش الشركه عموما او اي موبايل تاني عندهم. طبعا مش محتاج اخوض في الكلام ده واقول ان هم عندهم موبايلات كويسه وهم من احسن الشركات، وكل الكلام ده انا مش محتاج اقوله. نروح للشاشه في الموبايل ده. الشاشه هنا جايه اتش دي بدقه ال 1604 في 720 بكسل، يعني عندك 264 بكسل في الانش. شاشه اتش دي في موبايل ب 11 12 الف جنيه، فالموبايل هنا مش مقدم لا معالج عدل ولا شاشه كويسه. صحيح الموبايل جاي بخامات حلوه، ماسكه الموبايل كويسه، وتصميم الموبايل من ناحيه الكاميرات الصراحه تصميم رائع. شكل الموبايل في ايدك كويس جدا، وبيتحمل معاك الصدمات لو وقع بيقاوم الصدمات، واخد شهاده كده من ام ال اس تي دي. كمان جاي بشهاده مقاومه الماء والغبار محترمه جدا هنا، الاي بي 68 والاي بي 69 زي موبايلات اوبو من سلسله الرينو اللي هي اغلى منه. كل الكلام ده حلو وجميل. شبكات الموبايل كويسه جدا هنا، بطاريه 5800 ملي امبير، شاحن 45 واط وموجود معاك في العلبه، ومعاك جراب في العلبه. كل الكلام ده جميل، لكن اهم النقطتين في الموبايل كمعالج وكشاشه، الموبايل ده مش بيقدمهم نهائي. عارف انك ممكن تقول لي دلوقتي ان الموبايل ده موجه لفئه معينه، الناس اللي بتوقع موبايل كتيره ومحتاج موبايل يعتمدوا عليه من ناحيه الشبكات القويه وبطاريه كبيره وتكون من شركه معروفه زي اوبو. معاك حق، لكن صدقني المعالج هنا مش هيساعد ان انت تستخدم الموبايل اصلا. ولو انت عايز موبايل بشبكات محترمه قويه وبطاريه كبيره، وكمان نفس الفكره بتاعت مقاومه الصدمات، عندك بارخص من الموبايل ده بحبه حلوين الفيفو واي 29. جايبه معالج السناب دراجون 685 اللي هو احسن من هنا بحبه حلوين، وارخص كمان منه حوالي 3000 جنيه. الموبايل ده بيبيع حوالي 8000 جنيه الواي 29. وعندك بطاريه 6500 ملي امبير، وشاحن 44 واط، وشبكات محترمه ومقاوم للصدمات، وكل اللي انت عايزه. بلاش ادفع نفس الرقم في حدود ال 11 12 الف جنيه. عندك الموتو جي 75 جايبه معالج سناب دراجون 6 جين 3، احسن بمراحل، جبار معالج، وفي نفس الفكره مقاوم للصدمات، وبنفس الشهاده بتاعت مقاومه الصدمات الام ال اس تي دي. وعندك مقاومه الماء الاي بي 68. كمان موبايل بيصور 4K بالكاميرا الرئيسيه والسيلفي. تعال نرجع للاوبو. هنا عندك الكاميرات. هنا الكاميرا السيلفي مثلا 8 ميجا بكسل، تعبانه، مش هتطلع صور حلوه خالص. موبايل لا يعتمد عليه في الكاميرات نهائي. كاميرات موبايل ب 5000 جنيه، كاميرا 50 ميجا بكسل وبتصور فيديو 1080، لان طبعا يعني المعالج اصلا مش موجود عشان يصوره 4K يعني فباختصار شديد بصراحه انا انصحك ما تحطش فلوسك في موبايل بالامكانيات دي تماما. لو انت مزنوق في موبايل وعايز موبايل يتحمل معاك الصدمات، عندك الجي 75، يا تروح للواي 29. لكن بصراحه انا مش شايف اي داعي انك تحط 11 12 الف جنيه في موبايل بالمواصفات دي، لا في معالج ولا في شاشه عدله. طبعا اتمنى يكون الرساله بتاعتي وصلت. انا مش بهاجم حد زي ما قلت في البدايه، وشركه اوبو شركه محترمه وعندها موبايلات قيمه مقابل سعر تانية، لكن كموبايل ده بصراحه لا. بالمناسبة المعالج ده هو نفسه الموجود في الاس 3 والاس 3 اكس من اوبو برضه. فبس كده يعني، مع السلامة.